يا هلا ومرحبا بكل الشخصيات الرياضية المشاركة والمتابعة معنا في هذا الفيديو. سوف نتحدث عن قرعة بطولة كأس الخليج تحت 23 عام الذي تضع منتخبنا اليمني لجانب العراق وعمان والإمارات. البطولة تنطلق في تاريخ 4/12 في عام 2025 في دولة قطر، الذي أصبحت الدولة الرائدة في استضافة كافة البطولات العربية والقارية والعالمية، وهذا ليس بغريب بعد استضافة ناجحة ومميزة، وحاليا تستضيف بطولة كأس العالم للشباب. إذا منتخبنا الوطني الأولمبي بقيادة الكابتن قيس محمد صالح في مهمة في غاية الصعوبة، وكل الجماهير اليمنية تمني النفس بمشاركة مشرفة مثل ما شاهدنا منتخبنا الوطني للشباب الذي خالف كل التوقعات وتمكن من الوصول إلى النهائي برغم من ضعف الإمكانيات وغياب المعسكرات والمباريات الودية. نراهن على مواهبنا ومن خلفهم الجماهير اليمنية الذي أينما تواجدت منتخباتنا الوطنية نشاهد الجماهير اليمنية متواجدة وحاضرة في كل المحافل والبطولات القارية والعالمية. بالتوفيق والنجاح إلى جميع منتخباتنا الوطنية، وكذلك التوفيق إلى نادي التضامن الذي يلعب غدا مباراة مصيرية أمام النهضة العماني. نتمنى من الجماهير يا منتخبنا الله عليكم، الله يا منتخبنا، يا منتخبنا الله عليكم، الله يا منتخبنا، الله عليكم، الله يا منتخبنا، فوز وتحدي والله فخر لبلدنا. الله عليكم، الله يا منتخبنا.